السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك في هذا الفيديو اللي غادي نناقشوا فيه بطبيعة الحال التصريحات ديال وزير العدل اللي خرج لنا سيدي اليوم، وناقشنا مجموعة من القضايا أبرزها الحرية الفردية وكذلك العلاقات الغير شرعية. وكيقولوا بالحرف الواحد على أنه إذا نتج حمل عن علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج بين رجل وامرأة، وهذا الأمر يعني واضح، العلاقة الوحيدة اللي يمكن لها أنها تدينا إلى حمل هي العلاقة بين رجل وامرأة، وليس بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة. يعني هذا الأمر هذا لا يحتاج نقاشا أو جدالا، فهو أمر واضح. كيقول سيدي: إذا أدت هذه العلاقة إلى تكون واحد الجنين ثم إلى ولد، فإن أحد الأبوين بعد إثبات الأبوة عن طريق اختبار ال DNA، يعني الأمور الآن سهلة باش تثبت الأبوة، يعني ما تحتاج التعقيدات. شي نعم سيدي لا DNA يعرفوا شكون هو الأب الحقيقي لذاك الطفل، يعني تفاديا أنه يكون داك البنت كانت دايره علاقات مع بزاف ديال الناس، وبالتالي كيبقى الامر مشكوك فيه. فكيلتجئوا للدي ان لاثبات الابوه، ثم سيكون ملزما ان ثبتت على انه هو الاب الحقيقي، سيكون ملزما وبموجب القانون على تعويض الطرف الذي سيتكفل بتربيه الطفل لمده 21 سنه. يعني الا كانت البنت غتكفل بالطفل، الاب خصو يساعد، يعني ضروري ما يكون يقدم واحد المبلغ شهري ولا يومي حتى يوصل داك الطفل ل 21 سنه. ولا كان يعني الاب هو اللي غيتكفل بالطفل، فالام ديالو ضروري حتى هي غادي تكون ملزمه تخصص واحد المبلغ ولا ايا كان حتى يصل ذلك الطفل الى عمر 21 سنه. فمن خلال هذا التصريح هذا او هذا القانون اللي غادي يخرج لنا به، يحاول انه يلمح لنا وزير العدل وبشكل ضمني على انه سيتم ضرب عرض الحائط الفصل 490 من القانون الجنائي. هذا هو اللي استنتجته انا من التصريح ديالو. غادي يتم الغاء الفصل 490 من القانون الجنائي مع تشديده على تحمل كل طرف مسؤوليته في حاله تسببت العلاقه في انتاج طفل غير شرعي. يعني هذا الشيء اللي يمكننا نقوله بالنسبه لهذه القضيه هذه ديال العلاقات الغير شرعيه. يعني هذا القانون هذا كيخليك تفهم بحال انه يعني كيشجع على العلاقات الرضائيه، العلاقات الغير شرعيه. يعني المهم عيش الحياه ديالك، وإلا غلطتي وادت بك هذه العلاقه الى حمل وتولد الطفل، المهم هو انك تتكفل به، يعني تكون مسؤول وصافي، ماشي حاجه اخرى. لا يعني قديما القانون الفصل 490 كان اي علاقه خارج اطار الزواج فكتعتبر فساد، وبالتالي كيعاقب عليها القانون من شهر حتى لسنه. الان كنظن باللي انه غادي يتم الغاء هذه العقوبه هذه، والانسان يعني يعيش الحياه ديالو. عفوا. هادشي يعني اللي فهمته انا من التصريح ديال وزير العدل. وكذلك انتم اذا كان عندكم شي اراء خليوها لنا في التعليقات ونشوفوا، يعني الا عندكم شي اضافه بامكانكم يعني انكم تخليوها لنا في التعليقات نستافدوا من بعضياتنا. وكذلك سيدي كيقول لك على انه يعني اي شخص حر ومسؤول في ان يختار الذهاب مع واحده او اكثر من واحده، يعني مع جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10 الى غير ذلك. يعني هذا كيبقى المسؤوليه ديالو. اما المسؤوليه ديال وزاره العدل كتجلى في توفير يعني الحمايه ديال هذا الشخص من الاعتداء. كيقول لك يعني هو كما قال هو، يعني كما جعل اللسان ديالو كيقول لك خلي الناس تعيش حياتها، لا دخل لك فيها. ما يبقاش الانسان يعني يدخل في حياه الاخرين. علاش مثلا ماشي مع هذه مشى مع هذه، مشى مع هذه مشى مع هذه، يعني هذيك حياته، حنا ما عندناش دخل في هذا الشيء. وكذلك كيتكلم لنا على الخيانه الزوجيه. كيقول لك مهما ان يعني الزوج خان الزوجه ديالو والزوجه ديالو لا علم لها بذلك، صافي الامور طيبه، يعني ما تحتاج انك دير به تشهير وتمشي تصور وتنشر في وسائل التواصل وتخلي داك الفضيحه انها توصل لبزاف ديال الناس، وبزاف ديال تقدر توصل يعني العائله ديالو كامله والمراه ديالو وينتج عنها طلاق الى غير ذلك. فهاد القضيه هذه انا بعدا كنشوف يعني في وسائل التواصل، يعني كاينين مجموعه من الصفحات اللي كيسترزقوا من هاد القضيه هذه ديال الفضائح. اي حاجه كيشوفوها كيصوروها وينشروها، يعني باش من حق
ومش من صفة انك يعني كتشد التليفون ديالك وكتبقى تصور في الناس بدون اذن منهم وتحط في وسائل التواصل الاجتماعي. خص ضروري يكون واحد القانون جذري بالنسبة لهاد الناس هادو اللي كيصوروا الناس بدون اذن ديالهم ويحطوهم في وسائل التواصل الاجتماعي. خص يكون واحد القانون جذري. يعني انت لا دخل لك في هذه الاشياء هذه، يعني تبقى تصور ناس لا علم لها وتلقاو راسهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا مثلا كتدخل المواقع ديال التواصل الاجتماعي وكتبقى تسكريني الفيديو وتنشر. يعني هذا يعني وقاحة وقلة أدب أن الإنسان يدير تشهير بواحد الشخص. يعني حتى شي واحد ما كامل، الناس كلها كدير بزاف ديال الحوايج في الحياة ديالها، كدير بزاف ديال الأخطاء في الحياة ديالها، ولكن الإنسان ما خصوش يدير داك التشهير بالناس ويخرج لهم على الحياة ديالهم ويخلي العالم كله يعرف انه يعني وقعوا في واحد الغلط. يعني بزاف ديال الناس كيوقعوا في الاخطاء، ولكن ملي كتجي وانت وكتصورهم وكتنشرهم كتجي شويه قاصحه. فهاد القضيه هادي خص يكون فيها اعاده النظر. يعني هذا غير من المنظور ديالي انني كنشوف بزاف ديال الناس يعني كينشروا بزاف ديال الحوايج تافهه. هذه خيانه زوجيه، هذا القنع كيدير، هذا كيصنع. يعني ما ماشي اسلوب وماشي من الادب ان الانسان يبقى يصور الناس ويلوحهم في وسائل التواصل الاجتماعي. خاص الدوله تكفل بهذه القضيه هذه، الحكومه يعني انها توضع واحد القوانين اللي تخلي الناس يكونوا شويه، يعني من يجي يصور شي واحد يعرف بلي انه كاين واحد العقاب اللي يقدر يؤدي به الخراب البيت ديالو. كذلك كما انه قرر يخرب بيوت الناس، يكون واحد القانون اللي متشدد.